واش الخوت كيبدا الفيلم ديالنا في القطب الشمالي مع واحد الباحثين اكتشفوا مكعب كبير ديال الثلج مدفون في واحد النفق وكانوا كيحاولوا ينقلوه بلا ما يهرسوه وجابوا هليكوبتر اللي هزاتو وداتو للمركز ديال الابحاث والتجارب وصيفطوا مع التقرير باللي هذا المكعب فيه شي حاجه ماشي هي هذيك وباللي هذا الاكتشاف غيعاون العلماء في المستقبل ونمشيو لمركز الابحاث اللي هو بلاصه كبيره فيها بزاف ديال الاطباء في جميع التخصصات وفيه حتى انواع ديال الحيوانات حابسينهم في خفوصه وكنشوفوا واحد سميتو شيبارد جا المركز من بعد ما عيطوا ليه حيت هو عالم متخصص في علوم الانسان وغدخل عليهم بداو كيضحكوا على الجاكيطه اللي لابس وقالوا ليه بلي الناس ما بقاوش كيلبسوا هادشي مش شحال هادي وضحكوا حتى على الريحه الخايبه اللي فيه وسولوا واحد على شنو كلا هاد النهار موراها تلاقى مع جوج اطباء تما اللي هما الدكتور ويتمان والدكتوره برايدي قالت ليه برايدي بلي لقاو شي كائن حي وسط داك المكعب وشاكين باللي هو حيوان الماموت وكنعرفوا باللي رواسه شحال هادي كانوا كيديروا عليه تجارب اعاده الاحياء كانوا كياخذوا شي خلايا منه ويديروهم في بويضه ديال الفيل باش يعطيو كائن اخر وهو يسول ويتمان واش كيعتقدوا بلي الكائن اللي وصل في المكعب ثلج باقي حي جاوباتو برايدي بلي ضروري جوج ثلاث بقاو وسط داك الثلج مده طويله غتكون ماتت قالت ليه بلي لا لقاو شي خلايا باقيين حيين غيكون اكتشاف ناضي وفي هذا الوقت بداو الفريق كيحاولوا يهرسوا الجليد بشويه بشويه بالليزر وكانوا خدامين ومركزين مزيان باش الجوته ديال الكائن ما تقاسش غابدات كتبان لهم الجوته تصدم شيبارد ملي لقاها ديال البنادم وبالخبره ديالو في علم الانسان قال لهم بلي عمرهم من 20 حتى ل 40 الف عام وكانوا كاع الاطباء مصدومين ومن بعد حبسوا الخدمه بالليزر ودخلوه باش يبداو يذوبوا الثلج اللي داير به وفي هذا الوقت قالت لهم برايدي بلي دابا شويه يبداو التشريح ديال الجثه باش يعرفوا قصتها وقالت بلي جامعه كامبريدج غتبغي الدماغ ديالو باش تحللو حبسها شيبارد وما قبلش وقال لها بلي هذا اكتشاف واعر وخاص يحافظوا عليه ولكن برايدي ما داتش في هضرته ودخلت تشوفهم فين وصلوا ونرجعوا للفريق الطبي اللي قدروا يذوبوا الثلج كامل ووصلوا الجثه اللي كان ملوي عليها بزاف ديال جلود الحيوانات ولقاو معاه شي حوايج غرابين حيدوا عليه داك الجلد اللي مغطي به وبدا وقت التشريح ولكن قبل خاص يتعقم كاع الفريق الطبي ومن بعد بغاو ياخذوا شي عينات من الجلد ديالو ولكن شموا شي ريحه في شكل خارجه من الجثه ما عرفوهاش مناش ولاحظت برايدي بلي الدماغ ديالو مازال خدام ولكن ضعيف بزاف داروا ليه تنفس اصطناعي دغيا وداروا ليه صدمات القلب ديالو ورجع القلب ديالو كيخدم وشويه بشويه ولا كيتنفس وكيرجع للوعي ديالو وسط الصدمه ديال الفريق الطبي فاق داك الانسان البدائي خاف منهم وبدا كيدير شي اصوات كيخلعوا امراتهم برايدي باش يعطيوه مخدر تيعرفوا شنو يديروا معاه وفهموا باللي الريحه اللي لقاو فيه ديال واحد الماده كانت في الجسم ديالو اللي كتخليه ما يحسش بالبرد من بعد تجمعوا كاع الاطباء باش يتناقشوا عليه كانت برايدي باغاهم يخليوه عندهم حتى يحتاجوه في التجارب اللي جايين ولكن شيبارد رفض وقال لهم بلي خاص يقادوا ليه بيئه بحال اللي كان عايش فيها وبقاو مراقبينه مده 2 سيمانات باش يشوفوا التصرفات ووقفوا كلهم على هضره شيبارد وبداو كيطبقوا وكنشوفوا داك الانسان البدائي عايش في غابه صناعيه وبان باللي جاه في شكل ولكن عجبو ومرتاح فيها ومشى للشجره وبدا كياخذ توت وعصرو بيدو وشربو وملي كيجيه الجوع كيقلب على اي حاجه ياكلها حتى شاف فريخ وهو يصيدو وكلاه وكيشعل العافيه بجوج حجرات ملي كيبغي يسخن النهار الثاني مشى الانسان البدائي تحت الشلال باش يدوش وموراها قد واحد الرمح وخلاه عنده ملي يحتاجو وهو يبان ليه واحد الخنزير وتبعو صيدو بداك الرمح وطيبو وكلاه ومع الوقت كان مرتاح ولف البلاصه ولكن واحد النهار هو يشوف التيو اللي كيدوز الماء للشلال وما فهمش شنو هو واش التيو وبقى متبع منين جاي حتى وصل للباب المسدود غا حلو وهو يشوف قدامه الاطباء اللي تخلعوا حيت عرف يوصل ليهم وفي نفس الوقت هو تخلع وبقى كيجري وكيدير شي حركات في شكل اللي كتبين باللي خايف وهو يدخل واحد من الفريق وتيرا فيه مخدر باش يعرفوا شنو يديروا في هادشي اللي وقع وقالت لهم برايدي باللي الخطه ديال شيبارد ما صدقاتش وما غيقدوش يخليوه في ديك الغابه حيت يقدر يدير شي حاجه في راسو ولا فيهم وقررت باش تبقى دير عليه التجارب ديالها واخا بلا موافقه ديال شيبارد وكنشوفوهم مكتفينو وداوه البيت خاوي وفي الليل مشى شيبارد للدار د برايدي ودا معاه كاسيطه اللي فيها فيديوهات على الناس البدائيين وكيبان باللي كيقدروا يصبروا على الالم وقال لها شيبارد من خلال الخبره اللي عنده بلي راه هو عارف داك الانسان البدائي اللي عندهم حتى هو تكون عنده نفس القدره ضحكات برايدي على الفكره ديالو وقالت ليه بلي هذه غير كذبه ولكن شيبارد قال لها لا فهموا التصرفات ديال تشارلي اي فهموا الجسم ديالو اكثر وتوصل لداكشي اللي بغات ورغبها باش تحبس التجارب ديالها عليه وترجعوا للغابه وداكشي اللي كان اقتنعات ورجعاته وقدر شيبارد يهبط عنده ويتعامل معاه من قريب واخا كاع صحابو ما خلاوهاش ولكن هو بغى يهبط ملي شافوا داك الانسان البدائي حس بالخطر وبدا كيدير نفس الحركات عاوتاني وموراها شد شيبارد وهز واحد الحجره كبيره وبغى يقتلو ولكن بدل الراي ديالو في اخر لحظه وبدا كيقلب وكيشم في شيبارد من بعد ما حس بلي كيشبه ليه بزاف د الحوايج وارتاح ليه وجلس حداه وبدا كيحاول يهضر مع شيبارد ولكن بطريقه غريبه وشيبارد ما فهم والو وعرفوا شيبارد براسو باش يخليه يثيق فيه وشاف شيبارد بلي الجسم ديالو فيه بزاف د الجرحات وعرف بلي كتشبه الشكل ديال ديك اللعيبه اللي لقاو عنده في الاول ومن بعد قرروا باش يجيبوا شي واحد مختص في علوم اللغه باش يحل الهضره ديال تشارلي ويقدروا يتواصلوا معاه اكثر داكشي اللي داروا وجابوا دكتوره سميتها شامبن وراوها كاع الفيديوهات اللي سجلوها لتشارلي وقالت لهم بلي ممكن يكون كيسول على فين هو
وشنو كيدير هنا. والنهار الثاني دخل شيبارد للغابه باش يجلس معاه، وفي ذاك الوقت تشارلي ولا باغي يعرف اي حاجه وشنو سميتها، وبدا شيبارد كيقول له السميات بحال الضفدعه، الحجره، الصدفه. وقرر شيبارد باش يبقى يجي يريح معاه كل نهار باش يفهم اكثر. واحد النهار بدا شيبارد كيغني وبان بلي تشارلي عجبو الحال وبغى ما يسكتش ويكمل الاغنيه. تحمس تشارلي الاغنيه وبدا كيضرب بالعظومه بحال كيطبل. والنهار الثاني داوه يشوفوا واش ديك الماده اللي كانت في الجسم ديالو اللي ما كتخليهش يحس بالبرد باقا، ولكن شويه وهي تنقص درجه الحراره في الجسم ديالو وحبسوا كلشي. ومن بعد دخل شيبارد لعندو باش يشوف كيبقى، ولكن تشارلي صدمو حيت بحال كيقول ليه خشي فيه الرمح. تعصب شيبارد وقال ليه ما يمكنش يدير هادشي وتخلى عليه لا يدير شي حاجه في راسو. قرر يمشي عند براي ديال دارها وطلب منها باش تدخل معاه الغابه باش تتعامل مع تشارلي من قريب، حيت فكر بلي الا كانت مرا مع تشارلي ما غيحسش بالوحدانيه. في الاول رفضات ولكن وافقات من بعد. والنهار الثاني دخلوا بجوجهم عنده ودار نفس داكشي اللي دار مع شيبارد في الاول، قلبها باش يعرف واش هي بحالهم ولا لا. وملي عجباتو مشى جاب حجره ملونه وبغى يعطيها لشيبارد باش يخلي ليه برايدي، ولكن خاف عليها وبعدها منه دغيا. من بعد مده بدا كيولف عليهم معاه وكيعرفهم على راسو اكثر برسم راجل كبير وجوج دراري صغار. وكنفهموا بلي تشارلي عنده جوج وليدات وبغى يعرف ولادو فين. وهما جالسين كيهضروا داز هليكوبتر من فوقهم. ملي سمعها تشارلي تستريسا وبدا كيدير شي حوايج في شكال وطلع لاعلى بلاصه في الغابه باش يشوفها من قريب، وبدا كيغوت بيتها بزاف د المرات وطلبوا من الهليكوبتر باش تحيد من تما دغيا. من بعد مشى شيبارد عند قبائل الاسكيمو باش يعرف منهم المعنى ديال داكشي اللي كيقول تشارلي، وعرف بلي المعنى ديال كلمه بيتا هي اسطوره قديمه ديال واحد الطائر جاي من عند الاله كيدي اي واحد ما مزيانش. وعرفنا بلي تشارلي سحاب ليه ديك الهليكوبتر هو داك الطائر عليها تستريسا. واعتقد شيبارد بلي تشارلي بغى يوصل عند الاله باش يضحي براسو كقربان باش الاله يسامح الشعب ديالو على الاخطاء ديالهم، وتما فاش تلف وجمد. تجمعوا الفريق الطبي من بعد ما ولا تشارلي ما كيبغي يهضر مع حتى واحد وبقى فيهم، ولكن ما عرفوش كيفاش يعاونوه. شويه وهو يعرف تشارلي كيفاش يحل الباب ويدخل لمركز التجارب وما كان حتى واحد كيشوف الكاميرات ولا عارف شنو واقع. بقى كيدور تشارلي في المركز وما فهم حتى حاجه من داكشي اللي كيشوف. وملي كان غادي كيتمشى ضرب راسو مع الباب ديال الزاج حيت اول مره يشوفه. بقى كيدور تما حتى شاف قدامه واحد الدكتور وضربو بالرمح لكرشو وخرج كيجري من الباب. في داك الوقت كانت هليكوبتر دايزه من فوقه، بقى كيشير ليها وكيقول بيتها بزاف د المرات حتى ضرباتو وطاح دايخ. شافوا داكشي اللي وقع ورجعوه للغابه وقرروا بزاف ديال الاطباء باش ما يبقاوش متبعين معاه. وما كره شيبارد تكون رجعوه للبلاصه فين لقاوه، ولكن برايدي ما بغاتش، قالت بلي خاص يعرفوا عليه كلشي بعدا. والنهار الثاني قرر شيبارد انه يهرب تشارلي وطلب من السيكوريتي باش يتعاون معاه وما يقول والو لبرايدي. وداكشي اللي وقع. خرجوا بجوجهم من المركز وكانوا غاديين وسط الثلج ولابسين بزاف د الحوايج على البرد. عرفات برايدي بشنو وقع وتبعاتهم دغيا. وفي داك الوقت شاف شيبارد بلي الثلج بدا كينهار وبدا كيجري مور تشارلي باش يتخباو بجوج، ولكن طاح الثلج اللي بيناتهم ما بقاش قاد يوصل ليه. وهي دوز الهليكوبتر من فوقهم شافها تشارلي وبقى تابعها تتعلق فيها وهي طلع لواحد الارتفاع عالي بزاف. شاف البيلوت تشارلي معلق وبغى يعتق ويطلع، ولكن تشارلي ما بغاش ولا راسو من الفوق. وهكا سالت الحياه تشارلي. هنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساوش الجيم وتابوناو ونتلاقاو في الفيلم الجاي.